من وانا في الجامعة كان نفسي اكون صناعة محتوى. عملت فيديوهات اتشافت وجابت ارقام حلوة، بس بدل ما اكمل كنت بختفي خالص وبتلهي عن الفكرة اللي انا عملتها وكأني اصلا ما عملتش حاجة. ولما برجع بفكرة جديدة وبكون شخصية جديدة، وكل مرة بشكل مختلف. فكرة جديدة، نوع محتوى جديد، توهان ولخبطة. وكنت بسأل نفسي ليه بعمل فيديوهين 3 وما بعرفش استمر؟ يمكن علشان انا مشغولة ورايا جامعة. بس ثانية واحدة، wait a minute. أنا مبروحش الجامعة أصلا ولا حتى بذاكر. طيب خلاص، هعمل خطة جديدة وأظبط وقتي وأعمل جدول، ولما بيجي وقت التنفيذ بكل بساطة ما بلاقيش عندي طاقة. كان فيديو يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة وبقع وأدخل في نفس اللوب. ساعات بقعد أحاول جدا وبرضه بيفضل ما عنديش طاقة خالص. أي حد فينا ممكن ينظم وقته ويعمل جدول مثالي، ولما يجي وقت التنفيذ يلاقي نفسه ما عندوش أي طاقة. وده لأنك بتدير الحاجة الغلط. السر مش في الوقت، السر في الطاقة. جسمك مش بيشتغل بنفس القوة طول ال 24 ساعة. انت مش بطارية ثابتة، لكن انت موجة فيها طلوع وهبوط. والمشكلة ان انت بتنظم وقتك كأن ما فيهوش هبوط. الحقيقة ان مخك بيشتغل بإيقاعات بيولوجية، يعني في أوقات تركيزك فيها بيبقى عالي وأوقات تانية تركيزك فيها بيكون أبطأ. واحدة من أهم الحاجات دي هي إيقاعك اليومي. انت شخص صباحي ولا مسائي ولا في النص؟ في ناس بالنسبة لهم الصبح عقوبة، لكن بعد 4 العصر فجأة مخهم بيفتح. وفي ناس تانية العكس تماما، بتصحى الصبح مركزة لكن بعد الظهر بتطفي. وفي ناس في النص بين ده وبين ده. فالمشكلة مش انك كسول، المشكلة انك بتحاول تشتغل ومخك مش في افضل حالاته. عايزة اقول لكم ان مش خلال اليوم بس اللي بيبقى فيه طلوع وهبوط، احنا حتى كل ساعة بيبقى عندنا طلوع وهبوط. في حاجة اسمها ultradian cycles، دورات بتكون حوالي 90 دقيقة. يعني كل ساعة ونص في زرار جوه مخك بيقولك كفاية، افصل شوية. يعني لو تركيزك وقع ده جسمك بيطلب الراحة، ولو كملت هتكمل بس على حسابك. يعني تقدر تشتغل وتنجز بس هتدفع الفاتورة بعدين. وده مش بس في التركيز، ده حتى في القرارات. كل قرار بتاخده بيستهلك طاقة. هتلبس ايه؟ هتاكل ايه؟ هتبدأ بايه؟ حاجات بسيطة بس كتير، وفي الآخر بتتعب المخ. عشان كده ممكن تيجي في آخر اليوم تلاقي نفسك بتقول مش فارقة وتأجل حتى لو انت مش مقتنع، بس خلاص مخك بيكون خلص طاقته. وفي حاجات تانية كتير بتسحب طاقتك وانت مش واخد بالك، زي السكرولينج والمشتتات، وانك تجبر نفسك تشتغل عكس طبيعتك. فبدل ما تحاول تنظم وقتك بس، حاول كمان تفهم طاقتك. جرب أسبوع تراقب نفسك وشوف امتى بتكون مركز فعلا وامتى بتكون مستنزف. وخلي الحاجات المهمة في وقت طاقتك العالي، وسيب الحاجات الأخف للوقت الأخف. حاول تقلل القرارات الصغيرة وتعمل روتين بسيط. اوعى تستهون بوقت الراحة، لأن وقت الراحة ده مش رفاهية. يعني انت من غير وقت الراحة هتحرق نفسك قدام. عندي مفاجأة، أنا بعد ما فهمت كل ده واشتغلت عليه وحاولت أظبطه، مشكلتي لسه ما اتحلتش. ده مش معناه إنه مفرقش، هو فرق بس كان مش كفاية، والمشكلة كانت لسه موجودة. بس ده خلاني أنا أفهم إن مشكلتي أعمق من الوقت وأعمق من الطاقة، وخلاني أكمل الرحلة في الحلقة اللي جاية.